تقييمات يا جماعه لاعبين النادي الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في كاس العاصمه اللي احنا اول مره نفوز فيها الحمد لله، ولله الحمد والحمد لله تكون يعني فتحه خير علينا، عشان انا اتعقدت من كاس العاصمه. ما بنفوز فيه يا جماعه، نلبس معانا نظاره تقييم نقول بسم الله. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ما بنعرفش نقيم من غير النضاره. وهنعمل ايه معانا؟ قلمنا الجميل وهنبدا. جماعه هنبدا سيحه معانا كان كويس. اللي بيطلع يقول سيحه مش عارف ايه وفي ناس بتهاجمه، جماعه احنا حاجه حلوه تبسطنا ان يبقى عندنا 3 حراس مرمى جاهزين، يعني الشناوي شوبير سيحه. على فكره سيحه كويس قوي ومركز كويس قوي، فانا هدي لسيحه 8 من 10. وما دخلش فيه جوان يعني سوري. احب الحارس يطلع كلين شيت، يعز عليا قوي. احب اللعيب يعني احب الحراس دي قوي. عمر كمال يا جماعه واقفه بجد لحظه صمود قصاد عمر كمال. ايه العظمه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ على فكره اللي عايز يعرفني عمر كمال النهارده احسن لعيب في المباراه والله، يعني بلا منازع. عمر كمال ايه الحلاوه دي؟ كانت فين الحلاوه دي مستخبيه؟ يعني كنت حايشها عننا يا عمر؟ ده احنا بنحبك يا عمر. يا جماعه عمر النهارده بيقدم حاجه 10 على 10. عمر كمال يا جماعه 9.5. على فكره عمر كمال النهارده العرضيه بتاعت عمر كمال بتاعت الجون بتاع طاهر، على فكره عمر كمال النهارده كان واكل النجيله. عارفين رايح جاي بجد واكل النجيله، يعني رايح جاي مخلص الدنيا. على فكره شغال في كل الاتجاهات النهارده. عمر كمال رجل المباراه قولا واحدا. بس كده عمر كمال 9.5. مفيش حد هياخد تقييم زيه. شكري شكري ارجع واقول ان شكري انا بقولها كتير من اللعيبه كويسه عندنا. شكري من اللعيبه كويسه وجودتها كويسه، وميزه شكري اللي بالنسبه لي الاولى ان هو بحسه خايف على يعني قلبه على التيشيرت فعلا، يعني مقدر قيمته على الاقل. فشكرا انا هديله 6.5. ما كانش الواو بس كان كويس. داري اشرف داري انت 2. وبعدين انا عندي مشكله مع اشرف داري. جماعه الناس اللي بتقول داري سيء، احنا عارفين داري سيء والله لازم السوشيال ميديا في ناس اشرف داري سيء ما يصلحش النادي الاهلي. يا جماعه ده اشرف داري من كتر طيبتنا، والله طيبتنا احنا ناس طيبه، عايز بيقول لك انت لو عايز تمشيني ادي 2 مليون ونص دولار. يا ابني يا حبيبي انت من ساعه ما جيت لنا وانت مصاب ما لعبتش بدولار واحد. يقول لك انا ماليش دعوه، انت اللي عايز تمشيني مش انا اللي عايز امشي. يا دي النيله، ما انت اللي عايز انت ما بتلعبش انت شاغل مكان اجنبي وخلاص. انا ماليش دعوه، انا بصاب قضاء وقدر. انا عايز 2.5 مليون دولار ما مش ماشي. يا جماعه اشرف داري كويس قوي والله، احنا ننزلها حتى في كاس العاصمه والله ولا يستاهل يشمها. وعلى فكره مستواه زي الزفت، ما هو واحد ما بيلعبش وعلى طول السنه مصاب. يعني انا مش بقول 2 عشان الموضوع ده، هو اصلا زي الزفت يعني. بيكهام 3. ما بقيتش احس ببيكهام اصلا، يعني حتى لما بينزل ما بحسش بيك. يا جماعه هو ايه اللي حصل لكم؟ في ناس كده ايه اللي حصل لها يعني؟ طب إيه انتوا اتحسدتوا؟ يعني انا مش نرقيكوا طيب ولا نعمل ايه؟ مش عارفه. كوكا انت 3. وعلى فكره انا كده كرميك 3. مش عايزه ادي النهارده ناس 2 والله وواحد وكده، بس في ناس واخده 0 ما قدرتش امنع نفسي عن ال0 يعني مفاجاه يعني. كوكا 3 وكتير عليك والله يا كوكا. جماعه هناخد معانا ثانيه بس. احمد رضا 5. عارف اللي هو لما تقول لحد نوت باد يعني في احسن. طاهر في بقى خلافات على طاهر. السوشيال ميديا انقسمت النهارده ما بين ناس بتشوف ان طاهر جاب جون فاتس اوكي واو في نفسه، وفي ناس بيقول انت ما عملتش حاجه اصلا، انت ما تستاهلش انك تجيب جون ومش عارف ايه، وبيهاجموا طاهر. هو ان جيت الحق هو طاهر ما عملش حاجه غير انه جاب جون فعلا. والله ما عمل. على فكره اللي اتفرج على الماتش فعلا مش اللي خد كلامه خلاص، طاهر مستوى سيء بس الجون حلو. على فكره والله الجون حلو قوي يعني. الجون على فكره الرأسيه حلوه بصراحه، الحق يتقال، بس جوده طاهر سيئه يعني. عارفين هو طاهر اخره يكون بديل 3 فعلا والله. بس طاهر فعلا من الناس اللي تحس انه اخرها معروف يعني. حتى مش بقولك يعني عمر كمال لو اشتغل على نفسه هيجيب حاجه حلوه قوي يعني. على فكره عمر كمال لو ركزتوا عليه لما بيكون عايز يدي بيبقى تحفه. على فكره عمر كمال عنده اكتر بكتير، بس طاهر ملوش يعني. عارفين ما عندوش اصلا حاجه يعني ما عندوش حاجه حيشها الغالي ما عندوش. فبس انا هدي لطاهر 4 عشان الجون حلو. محمد عبد الله من نجوم المباراه يعني. عمر كمال 9.5. عبد الله 9 من نجوم المباراه برضو بالنسبه لي مفاجاه. على فكره مفاجاه عبد الله 9. جراديشار
جراديشار الناس مش عايزه اقول بيقولوا عليه ايه بس جراديشار انت لعيب سهل. عارفين الانسان السهل انت لعيب سهل، انت بتتجاب وتروح عادي، انت سهل، انت سهل يتاخد منك الكوره، سهل تترقص، انت سهل، انت لعيب سهل. انا بجد ضد الشتايم على فكره، انا ضد ان اي حد يشتم لعيب. الكلام بيتقال على جراديشار ولاعيبه كتيره مش بتعجبوا ناس بيشتموهم، انا ضد الموضوع بجد والله، ضد الشتيمه. بس يعني مش عارفه اقول ايه، بس هو لعيب سهل، هو دي الطف كلمه اقولها لك. انت لعيب سهل، ما تستحقش تلبس شيرت النادي الاهلي. طاهر جراديشار انت صفر، جراديشار صفر صفر صفر، ما تستحقش تبقى في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش كده، ده مش مستواي. يعني انت لا تؤهل، يعني احنا عايزين حد بيخلص يا جماعه، عايزين ناس بتخلص. شريف خش جنب اخوك صفر، يعني جراديشار النهارده وشريف النجوم اللي صفار معانا صفر. شريف انت اللي عملك لعيب ظلمك وظلمنا بجد والله العظيم. محمد شريف انت ظلمك وظلمنا، وقال ايه يا اخويا كان بيقولك انا هروح الزمالك لو حاجات كده، يعني هو هيروح الزمالك. يا اخويا كانوا خدوك جيت لبسنا فيك ليه كانوا خدوك. والله يا جماعه بجد محمد شريف ظلموا اللي جابوا النادي الاهلي وظلمنا معاه. انت حتى عيوبك باينه قوي جنب الناس اللي بتلعب جنبها، انت مش عارف يعني مش عارف تختشي على دمك كده. حمزه عبد الكريم، حمزه عبد الكريم هديله 6.5. جماعه عندي كمان معاه يعني كومنت على حمزه انا عايزه النادي الاهلي يسيبه يمشي، سيبه يروح برشلونه، سيبه سيبه يشوف الدنيا وياخد وقته وعارفين ينطلق. احنا كده بنعادي مستقبل حد. بصوا يا جماعه النادي الاهلي عمره كان بيعمل كده. بلس حاجه ان احنا مش هنستفاد اصلا من حمزه عبد الكريم دلوقتي، سنه صغير ومش هيفيدنا. بصوا هو لو هيفيدنا احنا هنختار مصلحه النادي الاول، بس هو مش هيفيدنا ليه؟ لان سنه صغير. وبصراحه احنا عايزين حد بيخلص. انا زي ما قلتها قولا واحدا، النادي الاهلي بيخش بطولات كتيره قوي، احنا مش زي النوادي الثانيه عندنا بطوله بنشارك فيها في السنه واحده وبطولتين كده بنتعب. احنا عندنا بطولات كتيره جدا بنشارك فيها، فاحنا حمزه مش هيسعفنا، احنا عايزين حد يكون كبير ويخلص. لكن حمزه حضرتك قدامه وقت كبير قوي، احنا مش هنستناه. على فكره احنا ما عندناش وقت نستنى حد، احنا عايزين حد جاهز. فحمزه عبد الكريم كده مش هيفيدك، فطلعه يعني عارف، حتى عشان مستقبله وكده كده ان شاء الله لما يرجع هيرجع لنا لان هو ابن النادي الاهلي. فيعني انا شايفه انه يمشي ده عشان الحق بصراحه. عمر معوض من اللعيبه كويسه قوي النهارده برضه 7.5. على فكره من اللعيبه الكويسه قوي النهارده، بس طبعا في يعني هم الثلاثه عمر ترتيب كده، بعد كده عبد الله، بعد كده عمر معوض كويس قوي. يعني عمر اديله 7.5، هو عمر 7.5 كويس بصراحه، يعني بالنسبه لي برضه من مفاجات المباراه. ابراهيم عادل 4.5. في لعيبه على فكره ما بحسش بيها غير شويه وتختفي، مش عارفه تروح فين في الملعب، بحس انهم وقعوا في فحره والله العظيم. مصطفى العيش وحسين الشحات. مصطفى العيش هديلك 4 يا مصطفى. نفسي احس بيك قوي يا مصطفى بجد، نفسي، مش عارفه ازاي بس نفسي حسسوني بيكم. حسين الشحات 0. ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك يا حسين؟ يعني يا حسين انت كنت ورده مفتحه والله العظيم، انت 0، انت وحش وسيء ونيله. يعني ايه اللي حصل لكم يا جماعه؟ والله العظيم في نجوم عندنا، كان في نجوم ما تفهمش ايه اللي اكنهم اتبدلوا. انا في لعيبه عندنا انا نفسي اعرف طب انتوا فين؟ عارفين انتوا نايمين؟ طيب استناكم والله، انا زعلانه عليهم، انا مش عارفه هما فين، انا نفسي ادور عليهم والاقيهم. تحس ان هما اتبدلوا، اتحسدنا والله العظيم، النادي الاهلي اتحسد، طبعا احنا عارفين مين اللي حسدنا. فده كان تقييم النهارده يا جماعه، واتمنى الاحسن المره اللي جايه، وربنا ينصرنا بقى في البطوله النحس دي عشان احنا اتخانقنا منها بس.